ده شرطي سعودي بيمد ايده على ست مصرية وجوزها، وحاجة يعني الصراحة اكيد ما تمثلش الشرطة السعودية والشعب السعودي، لان احنا عندنا كعاداتنا كعرب ومصريين اللي يمد ايده على واحدة ست بيكون كلمة كده ممكن تكونوا انتوا عارفينها. طبعا الجهات المختصة في السعودية تمت القبض على الشرطي دوت لان ده تصرف غير لائق جدا. وعايز اقول لكم حاجة، بعض المعتمرين انا لما كنت بروح اعمل عمرة بيعملوا حاجات صعبة جدا يا جماعة، بيقول لك ان ده جهاد ويعملوا ويتسابقوا ويخبطوا في بعض لا لا، مواقف صعبة جدا، جنسيات كده اللي هم اخواتنا الافارقة، يعني بيعملوا حاجات صعبة جدا. انا مهما كان حصل، مهما كان حصل ومهما كان صار، لا يحق ليك انت كراجل شرطي في الحرم تعامل ضيوف ربنا وضيوفك في السعودية باللي انت اتعاملت بيه ده. تميد ايدك على الست وتزقها وتشدها وجوزها، وايه يا عم انت؟ عيب عيب، انت راجل عندك شعر ابيض، يا رب تكون بتتفرج على الفيديو، انت راجل شيبة يعني، المفروض انت راجل شرطي حكيم، اتعلمت ضبط النفس اللي المفروض اللي انت اتعلمته في كلية الشرطة. النهاردة لو حد عمل لك حاجة انت بتضبط نفسك عشان مينفعش. لكن ايه ده؟ ايه اللي انت بتسحلها؟ ايه يا عم، هي متهمة ولا ايه؟ دي معتمرة في الاخر وفي الاول يعني انت اصلا المفروض ما تلمسهاش، دي معتمرة. فطبعا التصرف ده مش بيليق بالشعب السعودي ولا الشرطة السعودية، اكيد انا متأكد من الكلام ده. وشكرا للجهات المختصة في السعودية ان هي تمت القبض على الشرطي دوت، واكيد الشرطي ده لازم يتنقل من الحرم نهائي ويروح يشتغل في المطافي، يشتغل في المرور، في اي مكان تاني بعيد عن المكان ربنا الجميل ده. الشعب السعودي شعب محترم وشعب كويس، واكيد مش كده. السلام عليكم.